السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. حبيت اوريكم غدانا النهارده كفتة داوود باشا بالبطاطس ورز بشعرية وسلطة. يا رب اكلنا النهارده يعجبكم. أه هعمل ايه؟ خلاص قدر الله ما شاء فعل. انا رجعت شقتي تاني وخلاص بقى هنبتدي نعمل روتينات من شقتي اللي هنا. قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. انا والله يا جماعة انا ما بقتش ازعل من اي حاجه ربنا يجيبها لي. فالنهارده حبيت اروق عليهم بقى، عملت لهم كفته داوود باشا وعملت لهم سلطه وعملت لهم رز بشعريه. يا رب الاكل يعجبكم وتفضلوا معانا بالف هنا وشفا. وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. استنوا بقى الفيديوهات اللي جايه كلها ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل سلسله تخزين رمضان، خزين رمضان يعني ل2025. احنا خلاص اتكلمنا في الحصاله وعرفنا ان احنا هنشيل فلوس ازاي للبس العيد. هقول لكم بقى ان احنا ازاي كل شهر نشيل اي حاجه لرمضان. وان شاء الله مش هيبقى فيديو واحد، هيبقى كذا فيديو، كلنا بنعلم بعض وكلنا شطار. وان شاء الله ان شاء الله اذا احيانا ربنا رمضان 2025 هيجي وبيتنا كله بهجه وبيتنا كله سعاده ومستورين وبيتنا مليان رغم ان الظروف يعني الغلا والظروف اللي احنا فيها. بس احنا ان شاء الله بنسعى وبنقول يا رب واحنا قدها. فعلا احنا قدها لان احنا ستات يعني شاطرين وبنعرف ندبق وبنعرف نظبط بيتنا وبنعرف يعني ناكل كل حاجة وفي نفس الوقت بنقدر نعيش على قد ظروفنا. يا رب الفيديوهات اللي جايه تعجبكم ان شاء الله. هتبقى سلسله خزين رمضان، حاجات هتبقى حلوه وهنستفاد كلنا منها. ويا رب لو وصلت لغايه دلوقتي متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان تستفيدي بكل حاجه انا بعملها. ولايك يا جماعه، والله اللايك ما بيعملش اي حاجه خالص، يعني انت مجرد بتدوس عليه بس هو بيعلي الفيديو بتاعي وان شاء الله خير يا رب العالمين. وتبقى ايامنا كلها هنا وسعاده وكل سنه وانتم طيبين. واسيبكم بقى ونتغدى احنا. تفضلوا معانا واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.